بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في الدرس قبل الأخير. بدأ بالموارد المائية ثم الزراعة ودلوقتي الصناعة، والدرس الأخير هيبقى التجارة، وفي شخصيتين إن شاء الله هناخدهم يبقى المنهج خلص. ده درس قبل الأخير، الدرس الرابع، الصناعة بين الحاضر والماضي في بلدي. يعني زمان الزراعة كانت إزاي ودلوقتي الزراعة ماشية إزاي. طيب احنا بنحل الدرس وبنحل اسئلة كتاب المدرسة، وكمان بنحل اسئلة الكتب الخارجية، وبنحل اختبار على الدرس. ده النهج اللي احنا ماشيين بيه في الدراسات وفي الدين وفي العلوم، ماشيين بيه في الرياضة وفي المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات. خلصنا الدين الحمد لله، وخلصنا المهارات المهنية، وخلصنا تكنولوجيا المعلومات والرياضيات والعلوم، فاضل الدراسات بإذن الله. بالمراجعات بتاعتنا، أول مراجعة بنحل كل أسئلة كتاب المدرسة مجمعة في حصة واحدة نص ساعة، ثم بنحل مراجعة ما بيخرجش منها الامتحان زي ما عملنا في سنة رابعة، وبعض الامتحانات. فيلا بينا بسم الله. أولا بدأ في الصناعة أو بالصناعة عند المصريين القدماء اللي هم الفراعنة. فبدأ الدرس وقال لك والله خلاصة كتاب المدرسة يعني إن المصريين القدماء دول أول من برعوا في مجال الصناعة، استثمروا الموارد الطبيعية اللي موجودة خلاص، واستخدموها وصنعوا منها أدوات بتساعدها في حياتهم، زي الموارد اللي كانت موجودة: حجر، طمي النيل، في شوية معادن زي الذهب والفضة والحديد والنحاس والبرونز والرمال البيضاء. صنعوا منها ايه؟ من الحجر صنعوا تماثيل وأواني حجرية، يعني أطباق من الحجارة. من الطمي بتاع النيل صنعوا الأواني الفخارية زي البلاص والزير وما شابه ذلك. من المعادن صنعوا الحلي اللي هو المجوهرات، والتماثيل أيضا، والأواني المعدنية والأدوات الزراعية. أيضا في الرمال البيضاء اللي موجودة في صحراء مصر هم استخدموها وصنعوا منها إزاز بالفعل في مصر القديمة. الخشب بتاع الشجر صنعوا منه مراكب وسفن وكراسي وصناديق. النبات البردي موجود في مصر القديمة وصنعوا منه الحبال والحصير. الكتان وجلود الحيوانات صنعوا منها الملابس. اتطورت الصناعة، تمام؟ كل ما نتعلم أكتر والتكنولوجيا تخش الصناعة تتطور، تمام؟ فزمان كانت الصناعة بتعتمد على إيه؟ كانت بتعتمد على العمل اليدوي، إن العامل بيشتغل بإيده خلاص، وإن الشغلانة بيقوم بها عدد قليل من العمال. أما دلوقتي فالصناعة بتعتمد على آلات، والآلات دي بيشغلها الكثير من العمال. زمان كان الشغل ده بيتم في حاجة اسمها ورشة صغيرة، دلوقتي بيتم في مصنع. زمان كانت المنتجات أكثر إبداعا وفنا لأن الراجل بيعملها بإيده، أما دلوقتي كمية الإنتاج زادت لأن الآلة بتصنع أكتر من البني آدم، تمام؟ والمنتجات اتنوعت وأصبحت أكثر دقة وجودة. زمان كانت الصناعات زي الفخار والسجاد اليدوي والخيامية، دلوقتي بقى صناعات إلكترونية وأجهزة كهربائية وما شابه ذلك. طيب أهم الصناعات المصرية، أهم الصناعات المصرية هنقوله 9 صناعات موجودة فعلا في مصر. الأغذية المحفوظة زي التونة والفول المدمس اللي متعبي والجبن وأي أكل محطوط جوه علب اسمها أغذية محفوظة. المنسوجات اللي هي اللبس وما شابه ذلك. الأساس اللي هي الكنب وأوض النوم والأنتريهات وما ذلك. مواد البناء الأسمنت والطوب. الأجهزة الكهربائية، تلفزيونات، ثلاجات، غسالات، سخانات. آلات زراعية زي الجرارات والمحاريت والفؤوس وما شابه ذلك. أدوية، عندنا مصانع أدوية في مصر. عربات السكك الحديدية، عندنا مصانع بتصنع عربات سكك حديدية. تجميع سيارات، احنا ما بنصنعش سيارات، احنا بنجمع سيارات، يعني احنا نشتريها مفككة من بره ونجمعها هنا في مصر. طيب صح وغلط؟ استخدم المصريين القدماء الحجر في صناعة التماثيل، مظبوط. اشتهر المصريين القدماء بصناعة عربات السكك الحديدية، لا معلش انا اسف، اشتهر المصريون القدماء، لا دي تعملها غلط، لان المصريون القدماء ما صنعوش العربات بتاعت السكك الحديدية، دي صناعة حديثة، تمام؟ فدي عبارة خاطئة، دي عبارة صح ودي عبارة خاطئة. طيب بعد كده أهمية الصناعة الاقتصاد المصري. طب هو الصناعة مهمة لمصر؟ قال لك طب ليه الصناعة مهمة؟ قال لك أولا هي أساس التنمية الاقتصادية في مصر. يعني إيه أساس التنمية الاقتصادية؟ يعني أنا لو عايز أطور المباني وأخلي الشوارع شكلها حلو والمباني شكلها نظيف والكلام ده كله، يبقى أنا محتاج أدوات بناء. طب ما احنا بنصنعها، طب لو ما كناش بنصنعها
ما كانش هيبقى فيه تنمية. تاني حاجة بتوفر الكثير من فرص العمل، المصانع شغال فيها عمال كتير بيقبضوا كويس، مصدر للدخل القومي، لان احنا بنصدر لبره يبقى بناخد قصاد اللي احنا بنصدره فلوس، فهي مصدر للفلوس، يعني مصدر للدخل القومي. طيب هل الدولة بتعمل جهود علشان تكبر الصناعات دي؟ طبعا. من جهود الدولة انها عملت مدن صناعية، المدينة كلها صناعية، زي مدينة الجلود في الروبيكي بالقاهرة، مدينة الدواء في الخنكة في القليوبية. أنشأت مجمعات صناعية صديقة للبيئة، يعني بتعتمد على طاقة متجددة علشان تقلل من انبعاث الغازات وما تعملش احتباس حراري، تمام، وبتقلل استخدام الموارد الغير متجددة، لأن طبعا زي ما احنا عارفين إن الصناعة من الأنشطة اللي بتؤثر سلبا على البيئة. ليه؟ لأن الصرف بتاع المصانع بيبقى بيلوث المية، وإن البخار بتاع المصانع بيلوث الهواء. لكن لما أنا أستخدم مصادر متجددة يبقى أنا بقلل من هذا التلوث. طيب في كتاب المدرسة كده بيمدنا بعض الأسئلة. قال لي مصر تعيد إحياء صناعة الغزل والنسيج. بتهتم الدولة المصرية بتنمية وتطوير صناعة الغزل والنسيج اللي هي بتعمل لك التيشيرتات بتاعتك بشكل بيساهم في تقوية الاقتصاد الوطني. طيب وزيادة الصادرات، عشان كده بتقوم بتطوير المصانع الموجودة زي ايه؟ شركة مصر الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، وإنشاء مصانع جديدة في كفر الدوار ودمياط. في رأيك إيه أهمية إن الحكومة تعمل ده، إنها تحيي صناعة الغزل والنسيج أو أي صناعة تانية؟ إن ده هيقوي الاقتصاد الوطني وهيلبي احتياج السوق من القماش وهنزود صادراتنا. طب إيه أهمية تطوير صناعة النسيج؟ أهمية تطوير صناعة النسيج إنها هتزود عدد المصانع. كلمة تطوير إن أنا أزود مصانع وأزود إنتاج، يبقى هزود تصدير. تمام. تخيل ان انت مستثمر وعايز تبني مصنع غزل ونسيج، ممكن تبنيه فين؟ هتبنيه في مكان قريب زي البحيرة، يبقى قريب من المزارع اللي هاخد منها الحاجة. يعني ما ينفعش انا هعمل مصنع غزل ونسيج وعايز له قطن في الوادي والوادي ما بتزرعش قطن، يبقى انا دلوقتي عايز عربيات تنقل القطن من المكان اللي بيتزرع فيه لغايه المصنع، ده تكلفه عاليه. يبقى انا الاحسن ان انا اعمل مصنع جنب المكان اللي انا هاخد منه المورد. عايز اعمل مصنع حديد، يبقى جنب المكان اللي بطلع منه الحديد واعمل المصنع. عايز اعمل مصنع غزل، يبقى جنب المكان اللي بيتزرع فيه القطن والكتان واعمل مصنع عشان اوفر تكلفه النقل. طيب مدينة الدواء في الخنكة أنشأت مجمعات صناعية صديقة للبيئة تعتمد على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، دي قلناها. طيب صوب ما تحته خط. أقامت الدولة في الخنكة مدينة صناعية لصناعة الجلود، لا الدواء. أنشأت الدولة مجمعات صناعية بتعتمد على مصادر الطاقة غير المتجددة، لا المتجددة. صناعة ورق البردي. لقد استفاد المصريون القدماء من نبات البردي في صناعة العديد من المنتجات زي المراكب الصغيرة والسلاسل. السلال اللي هي سلسلة، تمام، اللي بنربط بها عزكم الله البهائم، والحبال والحصر. وتعد صناعة الورق من نبات البردي أعظم ما قدمته الحضارة المصرية للبشر، فلولا اختراعه كان فضل الناس يكتبوا على الفخار والحجر. في قرية في الشرقية اسمها قرموش، الوحيدة في العالم التي تتخصص لغاية النهاردة إنها بتزرع نبات البردي، وتسعى مصر لإدراج صناعة البردي في قرية قرموش ضمن قائمة التراث العالمي لأنها الوحيدة في العالم. تمام. إيه أهمية صناعة ورق البردي؟ إنها بتدخل في صناعات متعددة. تمام. إيه يعني إيه أهميته؟ بتدخل في صناعات متعددة زي ما قلنا. إيه كمان؟ أهمية سياحية، علشان خاطر أنت بتزرع فيه نبات مش موجود أصلا اللي عندك، فممكن السياح يجي يبصوا إيه النبات الغريب ده. تمام. اشرح العلاقة ما بين الصناعة والبيئة. والله كإنشاء مجمعات صناعية صديقة للبيئة، طبعا الصناعة بتؤثر سلبا على البيئة. طيب الدولة بتعمل ايه؟ بتعمل مصانع صديقة للبيئة باستخدام مصادر ايه؟ متجددة. ليه؟ عشان تقلل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري وترشيد استخدام الموارد. طيب قال لي فكر وأجب بحسب تجربتك، وضح رأيك في المواقف التالية مع ذكر السبب شفهيا، يعني ببقك، طبعا ما فيش الكلام ده. المهم بيقول لي مريم تفضل استخدام المنتج المستورد اللي جاي من بره، ايه رأيك؟ والله غلط. ليه غلط؟ لان هي كده هتخلي الراجل المصري اللي فاتح مصنع وبيصنع نفس الحاجة ما يبيعش فيقفل.
طيب رقم 2، أسماء بتكتب عن أهمية المنتج المصري على مواقع التواصل الاجتماعي. كلام سليم مظبوط. ليه؟ لأن هي بالطريقة دي بتشجع الناس إن هم يشتروا المنتج ده، وبالتالي المصنع اللي بينتج الكلام ده يزود إنتاجه، يبقى الناس هتقبض كويس، يبقى الشغل هيبقى أكتر وأكتر. طب وليد شارك بعض زملائه في إعادة تدوير بعض المخلفات. ده كلام سليم، يبقى ده بيقلل من التلوث. طب ماجد عمل مصنع للسماد الكيماوي وكان بيرمي مخلفاته في البحر. طيب الشق الأول كويس، إن ماجد عمل مصنع كيماوي. إن أنت تعمل مصنع ده حاجة كويسة، لأن أنت هتشغل عمال وهتعمل منتجات تلبي حاجة السوق وكمان هتصدر. لكن إن أنت ترمي المخلفات في البحر ده شيء مش كويس، لأن ده هيلوث مية البحر. طيب ناخد أسئلة الكتب الخارجية. اكتب صح أم خطأ. الصناعة بتؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية. طبعا الصناعة تؤثر إيجابا على التنمية الاقتصادية، يبقى العبارة خطأ. لأن الصناعة بتزود التنمية. طب بلغت نسبة العمال بالصناعة أكتر من نص إجمالي العمالة المصرية. غلط. طب استثمر المصري القديم الموارد الطبيعية اللي موجودة في البيئة. صح. طب الصناعات الجديدة اعتمدت على العمل اليدوي. لا، الآلات. طيب الصناعة نشاط اقتصادي حديث. لا، من زمان والصناعة موجودة عندنا. استخدم المصري القديم الحجر في صناعة ايه؟ التماثيل والأواني الحجرية. شركة مصر لصناعة الغزل والنسيج موجودة فين؟ والله عندنا في المحلة الكبرى، أكتر محافظة فيها قماش. مدينة صناعية متخصصة في صناعة الجلود الروبيكي. تمام. للحد من انبعاث الغازات الضارة بنستخدم مصادر طاقة ايه؟ متجددة أو نظيفة. عرف المصري القديم صناعة الحلي بعد ما اكتشف ايه؟ المعادن. طب صناعة ايه؟ إحدى الصناعات الحديثة الأجهزة الكهربائية، لأن السجاد من زمان والفخار من زمان والخيامية كمان من زمان. طب القرية الأولى والوحيدة في العالم بتاعة البردي قراموس في الشرقية. طب الرمال البيضاء اللي بنصنع منها الإزاز موجودة فين؟ في صحراء مصر. طب الأواني الفخارية اللي استخدمها المصري كانت مصنوعة من إيه؟ من الطمي. نعم. اكتب ما تشير إليه العبارات. صناعة بتتم في البيت والورش الصغيرة، يبقى صناعات يدوية. طب أعظم ما قدمته الحضارة المصرية للبشرية صناعة ورق البردي. طب مناطق بيتم إنشاء المصانع عليها بغرض التنمية الصناعية. نعم، ده كده اسمه المناطق الصناعية. صوب ما تحته خط. الصناعة أساس التنمية الاجتماعية. لا، التنمية الاقتصادية. الصناعة القديمة اعتمدت على الآلات الحديثة. لا، اليدوي، الشغل اليدوي، العمل اليدوي. نعم. طيب الكراسي والصناديق ايه اللي يربط ما بينهم؟ ان دول من الأخشاب. الحبال والحصير بنصنعهم من ايه؟ من النبات البردي. الأواني الحجرية بنصنعهم من الحجر. الأواني الفخارية نعم الطمي. طب الإزاز الرمال البيضاء. طب اللبس ممكن الكتان وجلود الحيوانات. طب الحلي الذهب والفضة. طب دلل على صحة العبارات الآتية. إن الصناعة أساس التنمية الاقتصادية، لأنها بتوفر الكثير من فرص العمل للناس، بتعد أساس للتنمية الاقتصادية في مصر. طب اهتمت الدولة بتطوير صناعة الغزل والنسيج، لأنه بيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وبيلبي احتياجات السوق المحلية والزيادة بنصدرها. طب بما تفسر تسعى الدولة لإنشاء مدن صناعية متخصصة. ليه؟ عشان تنمي الصناعة وتجذب استثمارات محلية وأجنبية. لما أنا أقول للراجل يا عم تعالى أنا هديك مصنع جاهز، حط فيه مكنك واشتغل، بدل ما هو يقعد لسه هيدور على أرض و. طيب تسعى الدولة لإدراج صناعة ورق البردي ضمن قائمة التراث العالمي، لأن قرية قراموس في الشرقية هي الأولى والوحيدة في العالم اللي بتزرع النبات ده على أرضها. طب ليه الدولة بتطور وتنمي صناعة الغزل والنسيج؟ لأنها بتسهم في تقوية الاقتصاد الوطني وبتلبي احتياجات السوق المحلية وبتزود الصادرات. طب إيه العلاقة ما بين تطور العلم والصناعة؟ إن كل ما بتزيد في العلم يبقى أنت بتزود التكنولوجيا في صناعة الآلات اللي بنستخدمها في التصنيع. طب النشاط الصناعي والبيئة. قلنا إن النشاط الصناعي بيؤثر سلبا على البيئة، بيؤثر إيجابا على الاقتصاد بس سلبا على البيئة لأنه بيلوث البيئة. فاهمني؟ طيب قارن ما بين الصناعة اليدوية والحديثة. أولا الصناعة اليدوية دي صناعة اعتمدت على العمل اليدوي وكانت بتتم في ورش صغيرة زي
الحلي والأواني المعدنية. أما الصناعة الحديثة دي صناعة اعتمدت على آلات حديثة وتنوعت المنتجات وأصبحت أكثر دقة وجودة، زي صناعة الأغذية المحفوظة والمنسوجات. تعال ناخد اختبار على الدرس وننهي هذه الحلقة. السؤال الأول، تخير الإجابة الصحيحة. صناعة تسعى الدولة إلى إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو البردي. الخنكة يوجد بها مدينة صناعية متخصصة في صناعة الدواء. برع المصري القديم في صنع الزجاج من إيه؟ الرمال البيضاء. ما النتائج المترتبة على اكتشاف المعادن؟ صناعة الحلي والتماثيل. طب تطور الصناعة في مصر؟ نعم، أدى تطور الصناعة إلى الاعتماد على الآلات الحديثة. العاملين زودوا المصانع، الإنتاج زاد، الإنتاج تنوع، أصبحت المنتجات أكثر جودة. ضع صح أم خطأ؟ تقل الصناعات الحديثة في مصر. خطأ، بتزيد. الصناعات اليدوية تتم في ورش صغيرة. صح، الصناعات اليدوية بتتم في ورش. اعتمد المصري القديم في صناعة المراكب على السفن، على الخشب. مظبوط. طيب فسر. سعت الدولة لإنشاء مجمعات صناعية صديقة للبيئة عشان تقل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبترشد استخدام الموارد. طب تنمية وتطوير صناعة الغزل والنسيج، لأنه بيساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وبيلبي احتياجات السوق المحلية ويزود الصادرات. السؤال الثالث والأخير، أكمل العبارات التالية. صنعت الحلي والتماثيل وأدوات الزراعة من معادن. تنوعت المنتجات الصناعية وتطورت الصناعة بفضل تطور التكنولوجيا. تؤثر الصناعة سلبا على البيئة. ايه اللي يحصل لو لم تتم صناعة ورق من نبات البردي؟ كان هيفضل الناس يكتبوا على الفخار والحجر. طب دلل على صحة العبارة الآتية. بتعتمد الدولة على استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الصناعة. هنقول لإنشاء مجمعات صناعية صديقة للبيئة. بتعمل مجمعات صناعية صديقة للبيئة، بتعتمد على مصادر الطاقة المتجددة عشان تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقلل من استخدام الموارد. بكده نكون خلصنا الدرس الرابع. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.